فينيسيوس جونيور بعد طرد 3 لاعبون من صفوف ريال مدريد ذهب إلى الحكم وقال له: ماذا تنتظر؟ أطردنا جميعا بالمرة. وعلى حسب ما ذكرت صحيفة ماركا أن فينيسيوس كان غاضبا من قرارات الحكم التحكيمية في المباراة التي لا غبار ولا شائبة عليها، على حسب ما ذكرت أغلب الصحف العالمية والمحلية في الدوري الإسباني. رودريغو أيضا انفعل على الحكم بشدة كما يظهر في هذه اللقطة بسبب طرد ألفارو كاريراس، وكان يقول له: أنت تقدم أداء ممتاز، هل أنت راض عن نفسك؟ مما جعل الحكم يعطيه البطاقة الصفراء كما ذكرت صحيفة ماركا أيضا. وبعد نهاية المباراة ظهر شخصا أثار الكثير من الجدل، وهو كارلوس ميخيا دافيسا المندوب التحكيمي لريال مدريد. كان يوبخ الحكم على بعض من قراراته التحكيمية ضدهم كما يظهر في هذه اللقطة. وما أثار التساؤلات والجدل حول هذا الرجل هو أن زوجته يولاندا بارغا هي عضو في اللجنة الفنية للتحكيم في الاتحاد الإسباني، وهذا آثار الكثير من الريبة. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ تشابي ألونسو في تصريحه بعد نهاية اللقاء قال: التحكيم كان ضدنا بشكل لا يصدق، وهذا كان واضح وضوح الشمس. فهل حدث ذلك فعلا أم لا؟ كما قال ألونسو. وأيضا اللاعبون كان معهم الحق في الانفعال ورفض قرارات التحكيم. شاركونا آراءكم.